ممكن يبقى النت بتاعك زي الفل مفيهوش اي مشكله، وتيجي تفتح اي خبر يقولك عطل في الانترنت، تفتح خبر تاني يفتح معاك زي الفل. كل دولة عاملة محاذير، كل دولة عاملة حاجات بتقدر تحجبها، سواء تطبيقات ابلكيشن، سواء مواقع اخبارية، اي حاجة تقدر. لو انت معاك اكسبريس في بي ان هتقدر تفتح اي تطبيق من اي دولة. يعني دولة زي الصين مثلا حاجبة الفيسبوك، حاجبة تويتر، حاجبة يوتيوب، تقدر تفتحهم من جوه الصين عادي جدا وتشغل الاكونت بتاعك. طبعا تقدر تفتح اي خبر برضو، لو الصين عاملة اي حجب لاي خبر على مستوى العالم تقدر تفتح الخبر ده عادي جدا، مفيش اي مشكلة بالنسبة لك. كمان لو انت من رواد الكافيهات وبتفتح النت من اي كافيه، فالاكسبريس في بي ان هيمنع اي تعقب او تجسس على الاي بي ادريس بتاعك، بحيث ان محدش يقدر يخش على تليفونك ويسرق بياناتك، تبقى انت قاعد في اي كافيه وانت امن جدا. كمان الاكسبريس في بي ان بيديك سرعة للانترنت عالية ومستقرة عن السرعة الحالية لأي انترنت. كل اللي عليك انك هتحمل تطبيق اكسبريس في بي ان وتختار التطبيق في الوضع المجاني، هيفتح لك من دولة زي فرنسا، هيفتح لك اي خبر طول ما انت عايش في اي دولة غير فرنسا. اي حجب موجود مش هتلاقيه موجود. لكن لو انت عايش في فرنسا وفتحت من فرنسا، فلو فرنسا عاملة اي حجب فانت مش هتقدر تفتحه. طبعا في نسخة مجانية وفي نسخة برو زي ما انت عايز. كل اللي عليك تبقى مشاحن موبايلك كويس وتفتح اي خبر تقدر تفتحه وقت الحاجة، لما تلاقي في خبر مقفول معاك. لو عايز تفتح ابلكيشن والابلكيشن ده معمول عليه حظر او غير مخصص لبلدك، هتقدر تعمل الكلام دوت عن طريق اكسبريس في بي ان. تطبيق محمله 50 مليون مستخدم. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده، لينك التطبيق اسيبهولك في الديسكريبشن. شير ولايك وسبسكرايب، وستنوني تاني في تطبيق جديد في قناتكم ريفيو اب.